من ساعة ما الذكاء الاصطناعي ظهر في حياتنا من 3 أو 4 سنين حاجات كتير حرفيا اتغيرت في حياتنا. عشان اديك مثال وتفهم انا قصدي ايه، الحاجات اللي احنا كنا بنعملها الاول استبدلناها بالاي اي. يعني افتراضا انت الاول وقبل الذكاء الاصطناعي كان مثلا بيخطر سؤال في بالك، السؤال ده مثلا افتراضا اهمية البتنجان المقلي في حياة الانسان المعاصر، كنت بتدخل عندك على جوجل وتكتب مثلا السؤال ده اهمية البتنجان المقلي في حياة الانسان المعاصر، ولو في حد اصلا يعني كتب موضوع عن الهبل اللي انا بقوله ده كنت بتلاقيه عندك ترتيب رقم 1 ترتيب رقم 2، وبتخش بقى تقرا المقال وبتفهم وجهة النظر وتخش من مقال تاني وتفهم وجهة النظر وخلافه. الموضوع كان ممكن ياخد معاك 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة، او لو انت مثقف قوي نص ساعة عشان تقدر تطلع بإجابة نهائية باستخدام المواقع الكتير اللي بتظهر قدامك عن طريق بقى محرك البحث جوجل، بينج، ياهو، اللي انت عايزه. دلوقتي ما بقناش نعمل كده، دلوقتي بقينا نعتمد على شات جي بي تي، على جوجل جيميناي، على بريبلكستي، مواقع وادوات ذكاء اصطناعي بنبحث من عليها عشان ناخد الخلاصة مرة واحدة، بيجيبها لنا كده من كل الترتيبات اللي في الصفحة الأولى افتراضا، وهو طبعا يعني بيجيب لنا الخلاصة عبارة عن مقال بسيط يعني بسيط نقراه وكمان نقدر نناقشه فيه. فالاي اي بالفعل غير حاجات كتير قوي في الوقت الحالي، وده خلى ان المواقع تشهد انخفاض كبير جدا. وبالفعل يعني شركات كتيرة ومواقع كتيرة اشتكت من الانخفاض اللي حصل في الزيارات بسبب الاي اي، وما زال مستمر، ما زال الناس كل يوم بتغير اسلوب حياتها للاي اي، وقريبا الله اعلم بقى الموضوع هيكون عامل ازاي وهنبقى انترنت ميت حرفيا. ولكن على صعيد اخر في شيء اخر بينمو ولن يتوقف عن النمو، وهو في المستقبل هيكون عصب الانترنت. طيب ايه هو؟ وهي المتاجر الالكترونيه. المتاجر الالكترونيه حرفيا اصبحت هي بديل المنتديات مش بديل المنتديات، انما بديل المواقع والمقالات والحاجات الكتيره دي اللي احنا كنا بالفعل بنشوفها. اليوتيوب هو ما زال الاساس وهو ما زال العصب، ولكن المتاجر الالكترونيه اصبحت هي العصب الثاني للانترنت اللي حرفيا بتشهد نمو ضخم جدا في الوقت الحالي. وانا جات لي اسئله كتيره بالفعل عندي على القناه بتتكلم عبد اللطيف اعمل لنا يعني فيديو او شرح ان احنا ازاي نقدر نعمل متجر الكتروني. هتلاقي عندك التعليقات دي كتير قوي عندي على القناه، وانا النهارده قررت اخصص بالفعل الفيديو ده عشان اشرح لك ان انت ازاي تقدر تعمل متجر الكتروني باقل سعر وارخص سعر ممكن، وكمان هديك خصم فوق الخصم لان بالفعل جبت كود خصم ان شاء الله هيفيدك في الشرح ده. وعموما الموضوع في خيالك انت صاحب منتج، عندك منتج حابب تبيعه، ركز معايا في الفيديو ده لاني هعرفك ان انت ازاي تقدر تبني متجر الكتروني ان شاء الله للشيء بتاعك، لان بالفعل تقدر تبحث من ورايا ان المتاجر الالكترونيه الحمد لله في نمو وفي تصاعد عكس المواقع اللي هي عباره عن مدونات او غيره. فيلا بينا بقى دلوقتي للشرح. عشان تقدر تعمل موقع الكتروني طبعا في خيارات كتيره قدامك، ولكن انا هلجأ دايما للارخص وهو هوستنجر بالنسبه لي الصراحه هي المنصه الارخص، ما شفتش ارخص منها، مش قصدي ارخص لا يعني ارخص في العمله عشان ما تفهمش غلط. المنصه دي فعلا رخيصه جدا جدا في الحاجات اللي بتقدمها، بجانب كمان انهم يعني دايما بيتواصلوا معايا وبيدوني كوبونات وبيدوني اكواد اشاركها مع الناس. عندك هنا يا سيدي افتراضا لو انا جيت غيرت عندي البرتغيز اخليها عندي الدوله العربيه، هلاقي عندي زي ما انت شايف ان الاسعار والخدمات، هاجي عندي على الاسعار، عندي هنا زي ما انت شايف الاسعار ده مثلا عندي سنجل بريميوم بيزنس اللي هو الكلاود ستارت اب. انا يا سيدي هختار عندي افتراضا يعني اللي هو هختار عندي البريميوم مثلا افتراضا، كون ان هو بيديني هنا دومين مجاني فمش محتاج ان انا اشتري دومين اخر. لو انا افتراضا يعني جيت هنا عندي على اختار خطه، خليني بس كده ايه اجي هنا، انا اسف معلش، جيت هنا مثلا عندي على افتراضا اختار خطه، هنا عندي $2.50 في الشهر، ده بالنسبه للمتجر حاجه تافهه جدا يعني. لو انا هيكون عندي افتراضا متجر لمده 4 سنين اللي هو 48 شهر، ده $119. طيب لو انا اديتك قسيمه تاخد خصم فوقيها 30%، هوريك. لو انت رحت دلوقتي عندك طبعا على القسيمه دي ليها فتره محدوده، يعني لو ما نفعتش معاك او بعد ما الفيديو يخلص فهديك قسيمه تانية تجربها، تمام؟ يعني هديك قسيمتين، القسيمه الاولى بنسبه 30% والقسيمه التانية مش عارف صراحه بكام، بس برضو بتاخد كود حلو يعني. اول لما تروح هنا عندك على هلا ده القسيمه، هتروح فاتح هنا وتحط عندك الكود ده اللي هسيبه لك تحت في الوصف مع الرابط كمان اللي هو كريزي نت 30، وهتحط بقى وهتلاقي برضو عندك الرابط تحت في الوصف، كل ده هتلاقي عندك في الوصف كود الكودين، مش الكود واحد لا الكودين. هتروح دايس عندك على تطبيق، هتاخد ايه ده يا دي الكسوف طيب الكود خلص الكود خلص ماشي، اعمل ايه؟ طيب زي ما انت شايف بص تطبيق ما ادوناش خصم. نروح على الكود التاني. عموما انا الكود ده
غالبا يعني مش شغال، بس هسيب لك الكود الاخر اللي هو تقريبا في خصم 30% يعني، هسيبه لك تحت برضو في الوصف، هو هيكون كود شغال يعني من وقت نشر الفيديو ده ان شاء الله هيكون فيه كودين. الكود الثاني بقى اللي هو كريزي نت على طول من غير 30، اول لما انت تروح عليه هتاخد خصم زي ما انت شايف من 119 ل 107، بس ده خصم 10%، في خصم اخر 30%، فبالتالي هيكون سعر اقل كمان عندك على الخط اللي هي بتاعت يعني عندك على الخط بتاعت اللي هي 48 شهر. فان شاء الله هسيبها لك تحت في الوصف يعني اثناء نشر الفيديو ده بقى. طبعا الكود الجديد اقصد اللي هو 30%. بعد ما تخلص بقى وتاخد الكود والكلام ده كله هتعمل متابعه عندك وقشطه يعني، وكده خلاص انت بالفعل قدرت تاخد 4 سنين بسعر اقل من $100. طبعا مع الكود الجديد بسعر اقل من $100 مع دومين. خلصت بقى انت محتاج تعمل الموقع، تعمله ازاي؟ خليني اقول لك في البدايه ان الخطه دي ما هي مجرد الا بدايه. لما الموقع بتاعك يكبر بتحتاج طبعا ان انت تروح لاستضافه اكبر، عشان بس برضو تكون فاهم. اجي دلوقتي بقى عندي على موقع الكتروني، طبعا في البدايه هيطلب يعني او هتكون في رساله هنا، الرساله دي بتطلب منك ان انت يعني تختار الدومين بتاعك. هاجي هنا مثلا يا سيدي عندي على موقع الكتروني، ادوس هنا عندي على افتراضا على يعني موقع الكتروني، قائمه موقع الكتروني، اروح هنا جاي عندي على الخطه بتاعتي اللي طبعا عندي اللي هو البريميوم ويب هوستنج، اروح جاي عليه افتراضا اضافه موقع ويب، واروح هنا طبعا جاي عندي هنا في اكتر من حاجه. بص عندي اللي هو الهوستنجر هورايزن، ده بتقدر تعمل موقع كامل بالاي اي. عندك الورد بريس العادي، وعندك اللي هو هوستنجر منشئ مواقع، وعندك يعني حاجه مخصصه اللي هي بي اتش بي اتش تي ام ال. فانا هختار عندي زي ما انت شايف اللي هو الورد بريس. اجي اختار عندي الورد بريس هيفتح معايا بالشكل ده. هحط هنا عندي البريد الالكتروني، واحط هنا عندي الباسورد، وطبعا هنا اختار اللغه العربيه، وادوس هنا عندي على التالي. هنا طبعا زي ما انت شايف يعني بيقول لي اختار القالب. انا عن نفسي اختار متجر الكتروني. متجر الكتروني هنا عندي متاجر كتيره جدا جدا، طبعا انت تختار اللي انت عايزه. افترض انا اختار المتجر ده اللي هو الخاص اللي هو الحاجات الطبيعيه يعني، ده كبدايه. بس انت تقدر تشتري قالب من دماغك من اي موقع خارجي، تقدر تشتري قالب وتستخدمه يعني. بس انا عن نفسي هستخدم القالب ده اللي هو يعني يعتبر الايه بتاع المواد الطبيعيه، او القالب ده، مش شرط الاثنين واحد، بس اختار القالب ده. طبعا هنا بتقدر تجربه عندك على شاشات مختلفه زي ما انت شايف، كمبيوتر، تابلت، وتليفون، بيبقى شكله عامل ازاي. هدوس هنا عندي على متابعه. طبعا دي التطبيقات او الاضافات اللي لازم تثبتها اثناء تثبيت الاضافه، اللي هو الوي كوميرس، ده اهمهم all in سيو. طبعا تقدر يعني تستبدله عندك بيست سيو، او اللي هو اسمه ايه نسيت اسمه والله، الثاني ده اللي اسمه نسيت اسمه، تمام. وعندك اللي هو ده الخاص بالايميلات، وده اللي هو جوجل كيت، كلهم مهمين. هتدوس هنا عندك على التالي، وطبعا هتقدر يعني لو انت عندك طبعا الدومين اللي انت يعني سجلته او اخترته في البدايه هيكون عندك بالشكل ده، هتدوس هنا عندك عليه افتراضا بالشكل ده، بعد كده تدوس التالي. بس انا مش حابب ان انا اضيف الدومين بتاعي هنا اهو، فاستخدم دومين مؤقت زي ما انت شايف. بس انت طبعا تقدر تختار الدومين بتاعك انت اللي انت اخترته. بعد كده هتنتظر عندك لحد اما يبدا التثبيت. طبعا دلوقتي بعد ما اخلص هيكون عندنا بالشكل ده. الموضوع هنا بسيط جدا. في البدايه لو انت اول مره تتعامل مع الورد بريس الموضوع ممكن يكون معقد شويه بالنسبه لك، وانما موضوع تعود في النهايه يعني. هنا طبعا اول حاجه هتروح هنا عندك على اللي هو القائمه اللي فوق دي اللي هي شبه الدايرتين دول، ده عشان تعمل تحديث لاي حاجه موجوده عندك. التحديث في عالم الورد بريس او في عالم المواقع مهم جدا، لانه بيقفل ثغرات، تمام، لان طبعا بيتم اكتشاف ثغرات كل فتره، وممكن في خلال يوم والتاني تلاقي عندك ثغره بتهدد ملايين المواقع. فلازم انت يعني ايدك تيجي دايما عندك على الرئيسيه التحديثات، تشوف دايما التحديثات اللي قدامك وتحدث اول باول. ده اول حاجه. تاني حاجه عشان تقدر تزور الموقع بتاعك هتدوس هنا عندك على الرابط زياره المتجر او زياره الموقع، تمام. هتيجي عندك على زياره المتجر هيكون عندك بالشكل ده، ده المتجر الالكتروني الخاص بيك اللي هو عندك اللي هو الايفريثينج. زياره الموقع لو انت جيت هنا عندك في اللوجو او دوست عندك على اللوجو هيظهر عندك ده الموقع بالواجهه الرئيسيه، فالاثنين منفصلين. طيب ازاي تقدر تعدل على ده وازاي تقدر تعدل على ده؟ الموضوع بسيط جدا. في البدايه طبعا احنا هنفترض ان الموقع بتاعك او المتجر بتاعك محتاج ان انت تظبطه كهيكل وكشكل. طبعا في نقطه السيو واللي دي هتطول جدا، فدي محتاجه فيديو لوحدها اصلا. السيو ده محتاج فيديوهين 3 لوحده مع بعض كده عشان افهمك الليله فيه. بس احنا يعني هشرح لك الحاجات بشكل سريع وبسيط. طبعا عندك هنا في حاجه اسمها الصفحات. لما تروح عندك على الصفحات هتلاقي عندك هنا ان الصفحات مجزأه. عندك الاباوت ده اللي هو التعريف الخاص بالموقع بتاعك. افتراضا لو انا جيت هنا عندي على زياره المتجر هتلاقي عندك هنا الاباوت هنا اهو. مثلا تقدر تكتب تعريف عنك، تمام. افتراضا يعني يا سيدي تعريف تحرير، واكتب مثلا اباوت عني مثلا. اقدر
اقدر ان انا استعين افتراضا بالاي اي، اقول له يا سيدي اكتب لي طريقه بشريه او اكتب لي اباوت عني يكون بشري والكلام ده كله، واقدر ان انا اعدل على كل شيء. يعني هنا مثلا زي ما انت شايف اقدر هنا اعدل على كل شيء في الصفحه، اقدر اضيف واعدل واقسم براحتي. بص ان انا اكبر اصغر زي ما انت شايف الحجم وخلافه، يعني اقدر ان انا بالفعل اتعامل مع كل شيء في الصفحه. طبعا مش كل القوالب كده، وانما في قوالب ينفع تعمل معاها كده وفي قوالب ما ينفعش ان انت تعمل معاها كده ويكون بشكل يدوي او مانيوال، فده على حسب بقى القالب اللي انت هتشتغل عليه. طيب عندك مثلا هنا الستايل، تمام، هنا والله تقدر تختار مثلا عندك الالوان اللوجو الكلام ده كله تقدر ان انت تعدل عليه. افتراضا عندي هنا الامج ده فين مثلا يا سيدي، والله ما عارف فين، بس افتراضا جيت هنا عندي على تشينج وجيت هنا مثلا عندي على سيرج امج افتراضا، وجيت هنا عندي اخترت مثلا عندي اللوجو افتراضا، يعني اختار اي لوجو اي حاجه، اختار مثلا يا سيدي عندي اللوجو ده بتاع جاكوار مثلا زي ما انت شايف، هدوس هنا عندي على اللي هو امبورت ايمج، هيظهر عندي طبعا الصفحه هتتبهدل، تمام، عشان بس تكون فاهم الصفحه هتتغير هنا. بص يعني تصميمها وهيكلها هيتغير، فانا مش عارف هي فين بالظبط اصلا، يعني كانت راحت فين او فين الجزء اللي المفروض بيكون فيه اللوجو ده، انا مش عارف المفروض ان هو يكون فين بالظبط. بس مثلا افتراضا الجزء ده انا حابب ان اغير الصوره، اجي هنا مثلا عندي افتراضا على الحمص ده، اروح دايس عندي على تحديد هغيره الحمص ده زي ما انت شايف. بص وهكذا، انت فهمت قصدي، بتقدر تعدل، وكل ما الصوره كانت بتكون ايمج بتكون افضل. ده مثلا ان انت تعدل على الصفحات. وطبعا حابب ان انت تبص عليها، دوس هنا عندك على بريفيو، هتشوف هنا عندك والله الصفحه عامله ازاي وهكذا. بس حابب تعدل على دي تقدر تعدل عليها برضو، تيجي هنا عندك وتغير مثلا تشينج لاي حاجه تانية او تحط مثلا كلام والحاجات دي كلها. يعني عندك هنا تقدر تحدد على كل شيء او تحديد غيرتها اهو زي ما انت شايف. بص عامل دلوقتي عندي بريفيو وشكلها يكون عامل ازاي. لازم اعمل سيف الاول، اسف معلش. عامل دلوقتي عندي ريفرش، هتلاقي عندك اتغيرت دلوقتي الصفحه. طبعا اتغيرت هيكلتها كلها، ليه؟ لان انا حاطط الصوره بتاعه جاكوار، فهي الصوره طبعا اتغيرت هيكلتها كلها. فانا قلت لك ان هو هيبهدل عندي الصفحه زي ما انت شايف. ده مثلا افتراضا ان انا بغير عندي على الصفحات. عندك بقى والله صفحات كتيره، زي مثلا افتراضا اللهم صل على النبي اللي هو الكارت مثلا، اللي هو اسمه ايه، اللي هو السله عندي، اللي هو مثلا تشيك اوت، يعني مثلا عرض عندي تشيك اوت ده مثلا ان انا مثلا انتهيت من اضافه المنتجات وخلافه، اللي هي سله المشتريات، فاهم قصدي، وخلافه. بقدر ان انا اعدل على حاجه، فانا مش هطول في النقطه دي، بس انا حبيت افهمك بتمشي ازاي. طبعا يعني الموضوع هياخد مني وقت كبير لو انا شرحت كل حاجه لوحدها. يعني انا مثلا سيدي دلوقتي حابب ان انا اضيف عندي افتراضا منتج، اقدر اضيف ازاي؟ الموضوع بسيط. عندي هنا المقالات دي هي باختصار شديد المنتجات. طبعا ده على حسب القالب، يعني عندك هنا هالو وورد ده تقدر ان انت تحذفه، سله المهملات ملهوش لازمه. بس انا هنا حبيت اوريك، يعني هنا في بعض القوالب ان مثلا افتراضا لو انت مثلا حابب تضيف منتج، فانت بتيجي هنا عندك على المقالات وبتكتب مقاله هو ده المنتج. لو انت حابب انك افتراضا يعني مثلا القالب بتاعك بيدعم ان انت تضيف منتج بشكل خارجي، فتلاقي عندك هنا باسم المنتجات، فاهم قصدي؟ فانا حبيت اعرفك الفرق ما بين القوالب. يعني مثلا القالب ده هتلاقي عندك قسم اسم المنتجات، لان هو مهيئ بشكل كامل واساسي ان هو يكون متجر في الاساس. بس عندك في بعض المتاجر او في بعض القوالب الاخرى، عشان انت مثلا تقدر تضيف المنتج بتاعك لازم تروح عندك على المقالات وتضيف عندك مقال بس جوه بتهيئه هو كمنتج. فتيجي هنا عندك على المنتجات زي ما انت شايف، وطبعا هنا المنتجات بقى بيظهر معاك كل المنتجات بتاعتك، دي المنتجات اللي انت متوفرها او انت موفرها. عندك هنا مثلا يا سيدي عرض، تمام، افتراضا عشان اقدر اشوف الايه المنتج، يعني تمام، ده المنتج بتاعه. هنا عندي الاباوت عنه، طبعا عندي من اليمين لليسار، ودي نقطه مهمه جدا. عندي هنا اقدر اضيف للسله، افتراضا اضافه للسله، هتلاقي عندي ان هو اضاف للسله بالفعل زي ما انت شايف وهكذا. عندي هنا المدفوعات، انا مثلا حابب اضيف منتج، اضافه منتج جديد مثلا، هقول له يا سيدي مثلا انا حابب اسم المنتج الجديد بتنجان مقلي، واخد مثلا عندي صوره بتنجان مقلي، مثلا الصوره دي والله اللي جا في دماغي اللي جا في بالي، يعني اخد مثلا عندي الصوره دي احطها هنا عندي على اضافه ملف افتراضا. يعني عندي هنا طبعا الصور والحاجات الافتراضيه، يعني مثلا كمثال وصف قصري للمنتج، هنا عندي وصف للمنتج، هقول له مثلا يا سيدي البتنجان. دلوقتي زي ما انت شايف ضفت وصف للمنتج. انزل عندي تحت، عندي هنا طبعا منتج بسيط، منتج مجمع، منتج خارجي وخلافه. منتج افتراضي ده لو انت هتبيع بشكل افتراضي، يعني مثلا والله سيريال، يعني سيريال مثلا الكلام ده كله، فانت هتبيع بشكل افتراضي، مش منتج فيزيكال اللي انت هتبعته كشحن، او منتج قابل للتنزيل افتراضا، يعني بعد ما الشخص يدفع تقوم مديله الرابط عشان يحمله وهكذا، فاهمني؟ انا طبعا بس بعرفك على الليله ماشيه ازاي. عندي هنا طبعا الاسم اللطيف ده اللي هو الاسم اللي هو يعتبر الايه في الرابط
الرابط ده فوق. يعني انت ممكن تقدر مثلا تكتب الاسم اللطيف بتنجان مقلي. وصف قصير المنتج هتاخد عندك نقول يا سيدي نفس الوصف كون ان هو قصير اصلا، وبعد كده تضيفه عندك لان بيبقى ظاهر تحت المنتج في العرض. تمام. عندك هنا طبعا بقى حاجات تانية، يعني مثلا كمثال زي ان انت تضيف صورة للمنتج. افتراضا هاجي هنا عندي واجي مثلا عندي على صورة البتنجان واحط دي صورة المنتج اللي بتبقى ظاهرة في الصفحة الرئيسية عندي. طبعا اقدر احطها في التصنيف مثلا بتاعي، افتراضا التصنيف بتاعي عن كذا وكذا وكذا، فاقدر اضيف التصنيف بتاعي وهكذا. اقدر احط رسوم، بس طبعا الرسوم دي لو انت مش فاهم فيها يفضل ما تجيش جنبها لان احيانا بتضر السيو اكتر ما بتفيده. طيب انت بس لازم تكون فاهم في الرسوم دي شويه عشان تقدر تتعامل معاها لانها شبه الهاشتاج احيانا. بس طبعا الكلام ده زمان كان جوجل بتعاقب بسبب الرسوم دي، لان بالفعل كان في ناس بتستخدمها بتحط رسوم كتير عشان اي كلمه يعني تبقى مستهدفه فيها. فدلوقتي اصلا ما حدش بيبحث على جوجل زي الاول، فبالتالي جوجل اصبحت خفيفه شويه من حيث السيو. الله اعلم. خلصت انا اروح هنا جاي عندي على حفظ مسوده، بعد كده اجي هنا عندي على معاينه عشان اشوف بقى والله المنتج بتاعي بقى عامل ازاي. اجي هنا عندي على معاينه بتنجان مقلي فري شوبينج وخلافه. التصنيف طبعا انا ما ضفتش تصنيف، والمراجعات بتاعتي اللي هو الوصف، وعندي هنا الوصف البسيط، عندي هنا المراجعات الخاصه بالناس وهكذا. ايه تاني طبعا انا بقى عندي المدفوعات، النقطه اللي الناس كلها جدا مهتمه بيها ودايما بتفكر فيها، وهو المدفوعات. عندك والله في مدفوعات انت تقدر ان انت تقبلها باستخدام وو، اللي هو يعتبر المنصه الخاصه يعني باللي هو الوي كوميرس. يعني عندك مثلا والله المنصه الخاصه بالوي كوميرس مثلا، دي المنصه هي دي اللي اسمها وو، اللي الناس بتستخدمها عشان تقدر ان هي تبيع المنتجات بتاعتها. لو انت مش حابب تستقبل مثلا افتراضا المدفوعات بتاعتك عن طريق باي بال، برضو تقدر. حابب ان انت تدفع او مثلا الناس تدفع عن طريق اللي هو افتراضا يعني لما تتقابلوا او لا يعني وقت استلام المنتج وهكذا، برضو تقدر تعمل ده. عندك اكتر من خيار. يعني هنا عندك تلقي مدفوعات من دون اتصال بالانترنت. تمام. ان انا مثلا وقت ما ادي لك مثلا افتراضا المنتج استلم، او مثلا افتراضا حواله مصرفيه مباشره، مدفوعات شيكات الدفع نقدا عند الاستلام. وطبعا ده الناس في الوطن العربي بتحبه. استلم وهدفع فلوس. انا عن نفسي يعني لو هعمل متجر هيكون بالشكل ده. يعني طبعا عندي بعد ما انا دوست عندي على انيبل، هدوس هنا عندي على مانج مثلا عشان اقدر ان انا اخصصه. الدفع عند الاستلام، الدفع عند التسليم مباشر، الدفع عند التسليم مباشر وهكذا. اقدر ان انا اضيف مثلا يعني الحاجات اللي انا عايزها. فاهمني؟ انا مثلا يا سيدي محتاج اني انا اعمل مثلا افتراضا يعني دفع عن طريق باي بال، اقدر ان انا ادفع عندي عن طريق باي بال مثلا، اخلي مثلا دفع عن طريق الباي بال. ادوس عندي على انستول عشان اثبت البلجن او الطريقه اللي مثلا يعني الناس هتدفع بيها عن طريق باي بال، وهقدر من خلالها ادفع مثلا عن طريق الباي بال لو مثلا كومبليت سيت اب، على اساس ان انا بالفعل افعل عندي الباي بال وهكذا. عندك طبعا حاجات كتيره جدا جدا. يعني انا كل ده لسه بتكلم في الاساسيات، ما اتكلمتش حتى في او ما عمقتش. تمام. عندك هنا بيقول لك يعني طبعا هنا بيقول لك والله الشروط بتاعتي والنسبه والكلام ده كله. هو ياخد مثلا نسبه 0.49 سنت مثلا، يعني لو 3 مش عارف كام في المية وهكذا. انت لازم طبعا تقرا الشروط، يعني تترجم كده اهو، تقرا اللي هو يعني عن المدفوعات الخاصه بالباي بال، وهتشوف هي مناسبه ليك ولا لا. تمام. ده لو انت حابب ان انت تعتمدها. هتدوس هنا عندك على اكتيف باي بال بيمنت، وطبعا تقدر تختار بقى والله حسابك والكلام ده كله. انا بس مش حابب اخش في النقطه دي لانها هتطول شويه. وبرضه تقدر ان انت تاخد مدفوعات عن طريق اللي هو الفيزا والماستر كارد والكلام ده كله عن طريق اللي هو الوو. طبعا كون ان هو مضمون، يعني ده اللي هو الاوفيسيال، بدل ما انت افتراضا يعني بتدفع لشركات طرف ثالث، لا انت بيبقى عندك هو الاساس. كون ان هو مديك خدمه فبيقول لك ادفع عن طريقي. ده بيكون افضل وامن لكلا الطرفين، ليك انت عشان انت تستلم فلوسك وللشخص اللي بيشتري كمان. فهو بالفعل مضمون جدا. يعني ما تقلقش، انا دايما بشتري عادي جدا من الانترنت وبشكل دائم، وبالفعل لو هو عندي على طول بختار. يعني عندك هنا طبعا مزيد من خيارات الدفع. عندك هنا حاجات كتيره جدا زي ما انت شايف. والله تشوف بقى انت ايه المناسب ليك. تمام. عندك هنا مزيد من خيارات الدفع، عندك خيارات دفع اخرى. فشوف عندك قد ايه اصلا بالعبيط. بص قد ايه، شوف اللي مناسب ليك قد ايه واختاره. انا مثلا يا سيدي دلوقتي محتاج اني اعمل ايه بقى يا سيدي. انا مثلا محتاج اني اروح عندي على المنتجات زي ما انت شايف المنتجات افتراضا دي، وهقول له مثلا يا سيدي انا عامل تخفيض. يعني افتراضا البتنجان المقلي انا خلاص دلوقتي هنشره. مثلا البتنجان المقلي ده انا شايف انه منتج ممتاز ومحتاج ان انا انشره للعامه. انشره ازاي؟ سهل جدا. اجي هنا عندي على نشر هنشره. بس انا طبعا نسيت احط السعر. السعر فين؟ هتلاقيه عندك هنا تحت
في اللي هو يعني بيانات المنتج. تمام. هتلاقي عندك طبعا السعر الافتراضي، هنقول مثلا يا سيدي السعر الافتراضي البتنجان عامل $15، بس انا بدل $15 هعمل لك تخفيض عليه من 18 ل$1. يعني بص ولا اجدعها ديسكاونت. طبق البتنجان المقلي من 18 ل$1. طيب دلوقتي عندك التخفيض، لو انا جيت عملت عندي تحديث وبعد كده رحت هنا عندي على الرابط افتراضا عشان اشوف والله السعر المنتج بتاعي عامل ازاي، هتلاقي عندك ان هو من $15 بقى $1 والشوبينج فري يا معلم، اي خناقه. طيب انا مش حابب يا سيدي عندي الشوبينج فري، فاجي هنا عندي او مثلا اشوف عندي المخزون. طبعا المخزون بتاعي افتراضا انا طبعا انت في منتج هنا رمز المنتج اللي هو الاس كيو، لو انت مش فاهمه هتيجي هنا عندك هنا رمز تعريف للمنتج الاس كيو يشير الى وحده الاحتفاظ بالمخزون، وهو رمز فريد مستقل لكل منتج. يعني تمام، يعني ده طبعا اللي هو الباركود يعتبر الخاص بكل منتج. عندك هنا بقى ده اللي هو عموما يعني انت تقدر تقول يا سيدي المخزون عندي في مثلا 50، عشان لو افتراضا في 50 واحد طلب المنتج وفي اكتر مثلا 51 واحد يقف عندك على ال50 وتتبع كميه المخزون. مثلا اقول الكميه يا سيدي كام؟ 50 زي ما انت شايف. احدد المخزون بالكامل، عدد المنتجات المتبقيه 50 وهكذا. بعد كده طبعا احفظ عندي الشحن طبعا هنا بقى ان انا اختار عندي الوزن قد ايه، دي التفاصيل، الطول العرض الارتفاع بلا شحن مثلا يعني بلا شحن فيه. اول مثلا الطول عندي 1.5، الابعاد 6.5، 8.5، الارتفاع 0.5. ما اعرفش ايه ده اصلا، بس حطيت اللي في دماغي. يعني عندك هنا المنتجات المرتبطه، والله مثلا المنتجات المرتبطه دي انا البتنجان ده بينزل معاه ايه؟ فلفل، فانا هعمل منتج تاني باسم فلفل واربط الاثنين ببعض بحيث ان الزبون اللي يدخل يشوف البتنجان يلاقي عنده برضو طبق فلفل تحت في الاسفل كمنتج اخر يقدر ان هو يشتريه مع البتنجان، ويبقى كده عمل احلى حرقه صدر على الصبح. عندك السمات طبعا، يعني صراحه ما اعرفش ايه دي، والاعدادات المتقدمه طبعا دي عمليه الشراء وترتيب المنتج في القائمه، مثلا القائمه 1 2 3 وخلاف. كون ان هو احدث حاجه فيكون رقم 0. انا مثلا حابب اخليه رقم 2 اخليه رقم 2، حابب اثبته. حابب مثلا المنتج ده يكون عليه ريفيو والناس يعني تعمل عليه ريفيو الكلام ده كله اخليه، مش حابب يكون عليه ريفيو اشيل الريفيو خالص عشان ما حدش يعمل ريفيو عن المنتج. فانت بتقدر تتحكم في كل حاجه حرفيا. خلصت ادي انا عندي على تحديث، اروح دلوقتي رايح هنا عندي عامل ريفرش، هلاقي عندي طبعا كل حاجه اتعدلت، بس طبعا عقبال لما ايه يخلص يعني تحديث. وزي ما قلت لك ان كل حاجه بتتعدل. عندي رمز المنتج 50، ولو انا مثلا اقدر احدد الكميه هيكون اقصى حاجه بص كام 50، مش هقدر اعمل اكتر من كده. كون ان انا هاخد الكميه كلها افتراضا، يعني لو في مثلا 51 شخص او 50 شخص اشتروا وجاء واحد بعد ال50 مش هيقدر ان هو يشتري. تمام يا صديقي، انا كده عرفتك على الاساسيات. في حاجات كتيره جدا جدا انا لو بالفعل محتاجين فيديو مخصوص يكون طويل جدا جدا فهمني، هقسم يعني الفيديو ده انا مش هسجله مره واحده، لا هقسمه على مراحل، هسجله على مراحل. تمام. مثلا والله الفيديو يعني مثلا الفيديو ده هيكون بسجل فيه الجزئيه دي، الفيديو اللي وراه هسجل فيه الجزئيه دي، واجمع لكم كلكم فيديو واحد عشان اشرح لكم من البدايه للنهايه من طقطق لسلام عليكم. انا موافق، لان بالفعل كده انا دخلت عندي في نص ساعه تسجيل ودخل في ال40 دقيقه يعتبر، فبالفعل انا طولت جدا في التسجيل، وبالفعل يعني الحوار ده في بدايته بيكون طويل، بس بعد كده الموضوع بيكون سهل. انت عملت الموقع دلوقتي سهل، وعرفتك الاساسيات بشكل سهل، وعرفتك ان انت ازاي تقدر تعدل على الموقع بتاعك عن طريق الصفحات برضو بشكل سهل. عرفتك على الاساسيات دي كلها، مش ناقص بس غير ان انت عندك مثلا افتراضا طبعا عندك الصفحه الرئيسيه، دي الصفحه الرئيسيه اللي هي الهوم. لو انت جيت عندك على تحرير تقدر تعدل على كل شيء في الصفحه الرئيسيه، ان انت تضيف وتشيل اللي انت عايزه. طبعا جنبها مكتوب الصفحه الرئيسيه. حتى لو انت جيت هنا عندك افتراضا نعمل باك، زي ما انت شايف دي الصفحه الرئيسيه. تمام. اقدر ان اجي يعني هنا في الصفحات الصفحه الرئيسيه تحرير، اقدر ان انا احرر واعدل على كل حاجه من الصفحات دي. اقدر اعدل على جزئيه واغير اللي انا عايزه. تمام. مثلا والله انا دي مثلا اكتب هنا عظمه البتنجان المقلي. هنا مثلا يا سيدي اكتب اي حاجه انت عايزها، ومثلا هنا شوب ناو، اشتري ناو افتراضا. وهنا طبعا بقدر اعدل على كل حاجه، اقدر اعدل على الصوره، اقدر اعدل على الصوره دي اضيف صوره تانية اخرى، اقدر اتحكم في مقاساتها زي ما انت شايف. تمام. وهكذا، يعني اقدر اظبط زي ما انا عايز. انت فاهم قصدي؟ اقدر طبعا اغير اللغه، اقدر اغير كل حاجه، كل ده قدامك يا معلم. انا مش صراحه مش عارف اتكلم في ايه تاني، لان بالفعل الموضوع طويل لو انا قررت ان انا اخصص الشرح اكتر. فده الموضوع اللي طلب مني. اتمنى تكونوا استفدتم وعجبكم الموضوع، واشوفكم بعد خير ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو، ونرجع بقى لموضوعنا بتاعه الاي اي مره تانية. بس طبعا انا رديت عليكم ورديت على الناس اللي طلبت اشرح ان ازاي يقدروا ان هم يعملوا متجر الكتروني. ومع السلامه.